أهلا بكم إلى فقرة تكنو نتابع فيها أخبار التكنولوجيا والاكتشافات العلمية. مشروع لإنشاء أشجار ميكانيكية تمتص ثاني أكسيد الكربون بهدف الحد من الاحتباس الحراري. ميكانيكال تريز إذن هو اسم هذا المشروع الذي تشرف عليه جامعة أريزونا الأمريكية بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية، ويقتضي إنشاء أشجار ميكانيكية هي في الحقيقة عبارة عن أعمدة طويلة مغطاة براتين كيميائي، أي نوع من الصمغ أو مادة لزجة كالغراء، وأثناء هبوب الهواء تمتص أسطح هذه الأشجار ثاني أكسيد الكربون، وحين تمتلئ الأقراص التي يجمع فيها ثاني أكسيد الكربون تتحرك في برميل نحو الأسفل ليجري بعد ذلك إرسال الماء والبخار لإطلاق ثاني أكسيد الكربون في بيئة مغلقة. جامعة أريزونا تلقت دعما إذن ماديا من وزارة الطاقة الأمريكية لإنشاء 3 مزارع من الأشجار الميكانيكية يمكنها امتصاص 1000 طن من ثاني أكسيد الكربون يوميا، وسيتم افتتاح المزرعة الأولى في شهر أبريل المقبل. الباحث الرئيسي المشرف على المشروع يقول إن التحدي الرئيسي أمامه هو كيفية تخزين الكربون بشكل أفضل لتفادي أن تواجه الأجيال المقبلة مشكلة مكافحة الكربون في حالة هروبه أو تسربه. الحل وفق الباحث كلاوس لاكنر هو حبس الكربون بشكل نهائي داخل الصخور، على اعتبار أن ثاني أكسيد الكربون هو حمض وأن بعض الصخور قاعدية، وعندما يتمعضن ثاني أكسيد الكربون يمكن تخزينه بكمية غير محدودة وبشكل دائم. شابان هنديان يعلنان عن عقد أول حفل زواج افتراضي في عالم الميتافيرس. الشابان حدد موعد الزواج في 6 من شهر فبراير المقبل، وهذا الحفل الذي سيكون إذن أول زواج في عالم الميتافيرس سينظم على منصة تارديفيرس في عالم تارد وورد، وهو عالم افتراضي قائم على البلوكتشين. يمكن للمستخدمين شراء الأراضي وإنشاء البيئات والتسوق والتفاعل داخل هذا العالم مع الآخرين حسب المنصة التي ليست متاحة بعد للمستخدمين، لكن يعتقد إطلاقها قبيل تنظيم الحفل، إذ يجب الإشارة إلى أن العريس ويدعى دينيش كشاتريان هو مقاول في قطاع العملات الرقمية وعالم الميتافيرس وفق التعريف الذي وضعه على حسابه على منصة تويتر. العروسان إذن ضرب موعدا للضيوف في مكان محدد هو قاعة الطعام في قلعة هوغورتس الخيالية، والتي ظهرت في عالم أو في فيلم هاري بوتر، نظرا لأن كلا من العروس والعريس من المعجبين إذن بعالم هاري بوتر. جامعة صينية تطور روبوت بإمكانه منافسة البشر في التزلج على الثلج. روبوت سداسي الأرجل طوره باحث من جامعة شنغهاي جياو تونغ تمكن حسب شريط الفيديو الذي نشرته الجامعة، تمكن الروبوت من تجاوز الاختبارات